ربي هذا المغرب ولا أوروبا؟ والله المغرب زينة ماشي كما يورونا في التلفزيون الجزائري. التيرانات ما شاء الله طوب، التيرانات ما خرقوا ما والو، التيرانات نتاع المملكة المغربية اللي خدموهم طوب ما شاء الله، بألا بيان وبالفور. حاجة ما صرات للتيران. الشعب عاق، عرفوا الشعوب، عرفوا الحقيقة، عرفوا التيرانات اللي كنتوا تكذبوا عليهم، اللي كنتوا تقولوا مازال ما كملوهم، وليتوا تقولوا التيران تخرقوا، وخصكم تدبروا غير الكذوب. والله يحفظك يا عمي القجع، وربي يحفظ جلالة الملك محمد السادس، ربي يحفظه وربي يطول في عمره يا ربي، ويا ربي يحفظ مولاي الحسن. ما شاء الله ما شاء الله التيرانات يا خوتي. راني نقول الحقيقة ولا راني نكذب؟ ربي يعاقبني، ربي يحاسبني، اقسم بالله اقسم بالله التيرانات طوب ما شاء الله. Les gars, franchement, le stade où l'Algérie joue, il est incroyable, regardez. Le stade Moulay Hassan, les gars, regardez ça, comme on est bien accueillis, regardez. Il est magnifique. ما شاء الله والله غير ما شاء الله، الشعب مضياف، تنظيم مليح، الجو مليح، كلش مليح، ربي يبارك ما شاء الله. رسالة دي للإعلام الجزائري اللي تطاول وقل أدبه على ملاعب المغرب. شايف منتخب بلدك بيلعب على ملعب عامل ازاي في المغرب؟ مش ده الملعب اللي انتوا كنتوا بتقولوا، احد الملاعب اللي انتوا كنتوا بتقولوا عليها بالذكاء الاصطناعي؟ شايف المنظر؟ شايف ملعب مولاي الحسن عامل ازاي؟ شايف الجمهور، وشايف الاستاد، وشايف الارضيه، وشايف لوحه الاشهار، شايف الشغل، شايف المنظر، شايف الملعب. الامطار شغاله على فكره الامطار شغاله حاليا، الامطار دلوقتي شغاله بشكل رهيب. هل تم ايقاف اللعب؟ هل الميه وقفت على النجيله واللعيبه مش عارفه تلعب؟ لا والله، ملاعب افضل من ملاعب اوروبا. يعني هذا الملعب، ملعب مولاي الحسن بالرباط، افضل من ملاعب اوروبا. من كام يوم، مش من كام شهر، من كام يوم كنا بنسمع ان الاعلام الجزائري بيقول على هذا الملعب اللي هيلعب عليه المنتخب الجزائري انه بالذكاء الاصطناعي، وان الملاعب دي غير حقيقيه، وان الملاعب دي كلها فوتوشوب. هل دلوقتي انت شايف ان الملاعب فوتوشوب؟ اتصل بالجمهور قول له هل الملعب بالذكاء الاصطناعي زي ما احنا قلنا، ولا الملعب ده حقيقي؟ بلاش تتكلموا على المغرب بعد كده، بلاش تتكلموا على المغرب، لان مفيش دولة عربية او افريقية ينفع اساسا ان احنا نقارنها بالمغرب. الامكانيات والقدرة محدش يقدر يعمل كل الشغل ده الا المغرب. جمهور الجزائري والمنتخب الجزائري، أبى أسألكم سؤال، إيش رأيكم ملعب مولاي الحسن اللي موجود في الرباط اللي قاعد تلعبون فيه الحين؟ إيش رأيكم في يعني التحفة الفنية؟ هذا الملعب العالمي، الملعب اللي أوروبا ما فيها نفس الملعب. صراحة المغرب كملاعب وكرة قدم وبنية تحتية شيء كبير، ديما مغرب وكل التوفيق. شوف واحد الفئة راها تسنى غير التيران فوقاش يغرق بالماء. واش ولاو يديروا؟ اسمع ولاو زعما يجيبوا فيديوهات، فهمت، من بلايص اخرين لا علاقه مع المغرب، ويلصقوهم يقول لهم شوفوا التيران تاع المغرب غرق بالماء، شوفوا راه عقلهم حابس. كيفاش الشتا راها في المغرب؟ الشتا ما بغاش تريد ما شاء الله يا خويا. كي تهود ديك الشتا على الكازو تقول ما كاينش، الكازو يسفها ما عرفوش. عياو دوك الصحافه، ياو الصحافه عياو ما يديروا الكاميرات يقولوا هنا التيرانات تاع المغرب غادي يخرقوا بالماء، وهنا غادي يخرقوا، وهنا عياو الصحافه ما يدقوا. وسبحان الله وما كاين والو، التيرانات شتا خيط من السماء ما شاء الله، والغازو تسمع ديك ما كاينش، ما تشوفش الماء في الغازو، ما كاش. اجري ولعب نقطه نتاع الماء ما تطلعش، الحمد لله. هذا عمي القجع خدم تقن كل حاجه، تقنها ودار لها بلاصتها. عارف باللي الشتا غادي تكون، عارف صوالح غادي يكونوا ربما، هذاك الشيء علاش وجد، عارف باللي جايبينها موراه، عارف باللي دايرين له الكاميرات، قال لهم لا انا نخدم هذه بلادي ونخدمها. عمي القجع جالس ويكحل، والناس راها تقول يوه واش راها تصب بزاف في المغرب، راه التيرانات غادي يخرقوا. وعمي القجع الابتسامه وطالق زينه ويقول لهم لا والله ما يخرقوا، راني خادم لتحت، يا راني داير القوادس وداير الصوالح، كاع ما تخافوش. عياو دوك الصحافه، وتقول الدار راهم يدبروا غير فين يلصقوا، ما غاتقبضوا حتى حاجه، ما غادي تقبضوا والو، كلشي غادي ناضي
كندي. تحيه. هيثم راجي مساء الخير. الحمد لله حفل الافتتاح كان على اعلى مستوى، كان ممتاز، ولهنا وهذا ما اكدوه حتى الصحفيين الاجانب اللي كانوا عايشين وحضروا المباراه اليوم، حفل الافتتاح وبعد المباراه. والاكيد انك شفت التجهيزات واستعدادات المغرب، هل بروفا كاس افريقيا بالنسبه للمغاربه؟ هل هي بروفا لتنظيم كاس العالم؟ نذكروا بانه كاس العالم بس يقع تنظيم بين المغرب واسبانيا والبرتغال، تحسها بان بروفا تنظيم هذا الكل كاس العالم هيثم؟ هو بروفا كبيره برشا بالنسبه للمغاربه، وهذا الهدف نتاعهم الاساسي، خاصه كونه بالنسبه للاشقاء المغاربه لهنا هو الجدل والصراع الاول والاكبر، وكونه شكون باش ينظم ما بين اسبانيا والبرتغال مباراه الافتتاح ومباراه الدور النهائي. اكيد املنا كبير بالنسبه للاشقاء المغاربه، وان شاء الله هذا يكون خاصه تتويج للمغرب وللمغرب العربي الكبير ولافريقيا الكل. دونك هذاك علاش المغرب يحبوا ياكدوا، يحبوا يثبتوا، يحبوا يوريوا كونهم قادرين على تنظيم مثل هذه المسابقات. صحيح كأس افريقيا ماهيش كأس العالم، لكن خليني نقول لك معز، وهذه الكلمه اللي اتقالت، كأس افريقيا بمواصفات عالميه. هذا ملعب مولاي عبد الله معز، فيه 800 كاميرا بتقنيه الكاتكا، معناها اي واحد يدخل للملعب نجم يجيبوا صوره نتاعو كامله كيما التصويره في الفنادق. هذا اكيد لمجابهه الشغب وللتصدي لكل هذه الاشياء، وهذا هو ستونديك فيفا. يعني هم يحبوا يوريوا للاتحاد الدولي كونه راهي المغرب قادره، وبالفعل معز شفنا بصراحه ملعب تحفه معماريه، ملعب ممتاز وممتاز جدا بصراحه، ملعب ممتاز وممتاز جدا، امور امنيه. يعني ساعه الحاجه النقطه الايجابيه والايجابيه جدا هي الاحترام الكبير من الامنيين معز لهنا، حتى في طريقه التعامل، في طريقه الدخول. ويكفي فقط بالنسبه لنا احنا كتوانسه كيف تسمع كلمه تونسي ويقول لك تونسي مرحبا يا خويا، تسمع اول حاجه برشا وتفضل مرحبا. يعني الحمد لله الامور طيبه وطيبه جدا، تنظيم على اعلى مستوى. نستناو كونه بالنسبه لمنتخبنا الوطني التونسي شنو باش تعطينا النتائج، اذا كان تحب نتواصلوا في مواضيع اخرى معز. لا أنا جايك